بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية الإسلام من قناة سلام الإعلامية المباركة، متمنيا لكم أينما كنتم أيها الإخوة والأخوات أن تكونوا في أمان الله وحفظه. في الحلقة السابقة من برنامج مع اللغة العربية بدأنا نتحدث عن الكتابة باللغة العربية وأهميتها. توقفنا ولم نكمل الحديث، وذلك نقلا عما كتبه الدكتور سمر روح الفيصل، ونقلا ذلك نقلا عن دراسة علمية تتعلق باللغة العربية. أرحب بكم مجددا فلحظات وأبدأ معكم الجزء الثاني من هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. أبدأ معكم هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية، وعنوان الحلقة كما نوهت هي قضية الكتابة باللغة العربية، ذلك نقلا عن ما كتبه الدكتور سمر روح الفيصل في دراسة علمية في قضايا اللغة، جملها في كتاب عنونه قضايا اللغة العربية في العصر الحديث. ضمنها جملة من القضايا، وتحدثنا نحن في هذا البرنامج تحدثنا عن عدد منها. اليوم مواصلة وإلحاقا بما بدأناه نتحدث عن الكتابة باللغة العربية. قبل ذلك لكن نقول خلونا نتساءل، عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أسأل نفسك السؤال التالي: يا ترى كيف يبدو خطي الآن وأنت تمسك بالقلم وتكتب على الورق؟ كيف يبدو خطي الآن، وكيف كان قبل 20 عاما تقريبا، يعني أول 15 عام؟ ما في شك أنه تقريبا يعني أكثر من 10 أعوام، وعلاقتنا بالقلم ما عادت تلك العلاقة القديمة. فأسأل نفسك كيف يبدو خطك الآن؟ والخط هو يعني علماء النفس يعني أن الخط هو معبر عن نفسية الإنسان ومزاجه وحتى ثقافته كمان. يعني هل تلك المسألة في علماء النفس والاجتماع تسير هذا اليوم مع ما انفتحنا عليه في وسائل التكنولوجيا الحديثة والآلة والكمبيوتر والكتابة، يعني وكل الخطوط تساوت؟ يعني صاحب الخط الجميل وصاحب الخط غير الجميل وما بين هذا وذاك، كل الناس تساوت، كل واحد يكتب على الهناية والتميز اللي كان موجود في الخطوط ما موجود. وهنا أشير يعني أنه المنهج التربوي السوداني تحديدا كان يهتم بمسألة الخط، وأعتقد هي كانت في كل البلاد العربية. نحن في إريتريا كذلك في المعاهد الإسلامية كانت المعاهد تهتم بالخطوط. أنا أذكر في سنة أولى درسنا الخط، يعني الخط بأنواعه، تدرس الخط وتأخذ عليه درجات مادة وتمتحن فيها، يعني وامتحان ما حاجة سهلة يعني. ولذلك كان يتعبون أصحاب الخطوط اللي يعني خطوطا ما كانت مضبوطة. أنا ما كان خطي يا هو الخط الجميل ذاك، ولكن ما كان خط ذلك الخط الوحش. ولكن أنا أستعجل في الكتابة، ففي استعجال في الكتابة، والاستعجال في الكتابة هو الذي يضيع جمالية الخط. وكل الخطاطين لو انتبهنا إليهم نلاقيهم يكتبوا بهدوء ويرسموا، والخط رسم يعني. وكنا أعتقد تحدثنا في هذا البرنامج عبر هذه القناة المباركة الخطوط وأنواعها، وأعتقد تحدثنا في أكثر من حلقة. الآن الدكتور سمر يقول هنالك تدني في مستوى الخط، ويتساءل فيقول: لماذا تدنى مستوى إتقان الخط؟ يقول الدكتور: أعتقد أن العاملين في الحقل التربوي قادرون على الإشارة إلى ثغرات كثيرة في مناهج التعليم قادت إلى هذا التدني في مستوى إتقان الخط.
ويقف التعليم الشكلي للخط على رأس هذه الثغرات. والمراد بهذا التعليم أن المناهج العربية تنص دائما على دروس معينة لتعليم الخط في كل مرحلة من مراحل التعليم، وتكتفي الكتب المدرسية التي تجسد هذه المناهج بتدوين عبارات معينة تطلب من التلميذ محاكاتها وكتابتها في دفتره. وقد تدقق الكتب أكثر من ذلك، فتذيل العبارات المدونة بشكل من أشكال الحروف العربية مكتوبة بحسب قاعدة الخط التي يراد تدريب التلاميذ عليها. والواضح عزيزي المشاهد أن واضع المنهاج ومؤلف الكتاب المدرسي استراحا إلى أنهما أديا واجبهما وتركا مهمة التنفيذ للمعلم داخل الصف. وأعتقد كما يرى الدكتور سمر، استنادا إلى ملاحظة أشكال خطوط الناس في الحياة اليومية، أن المعلم داخل الصف لم ينجح في الغالب الأعم في أداء مهمته. وسأحاول هنا تقديم وجهة نظري في الأسباب التي قادت المعلم إلى الإخفاق، ثم أقترح ما أراه ملائما للقضاء عليها. يتساءل يقول: لماذا نعلم الخط العربي؟ في إجابته يقول: أعتقد أن المعلم يجهل الهدف من تعليم الخط، بل إنه يؤمن أن الخط فن جميل يستعمل في الأغراض التزيينية. وهذا الإيمان صحيح إذا تحدثنا عن الخط حديثا مطلقا من كل قيد. فإذا قيدنا الحديث بالهدف التربوي، لاحظنا أن الجانب الجمالي ثانوي، وأن الهدف الرئيس هو الاتصال اللغوي. والمراد بذلك أن اللغة وسيلة الاتصال بين الناس في المجتمع، يعبر حاملها بوساطتها عن أفكاره وآرائه وحاجاته، ويتواصل مع الآخرين من خلالها، فيلتقيهم ويشاركهم في عملية البناء الاجتماعي. وباختصار فإن اللغة وسيلة التعبير، ولكن اللغة تضم شقين: شقا ملفوظا وشقا مكتوبا، أي أن وسيلة التعبير هي اللسان واليد، والإنسان يتواصل مع الآخرين بالكتابة لهم وقراءة ما يكتبون، كما يتواصل معهم بالكلام المنطوق، فضلا عن أن الكتابة هي وسيلة نقل الماضي إلى الحاضر من خلال كتب التراث، وستكون هي نفسها وسيلة نقل الحاضر إلى المستقبل. ولهذا لهذا السبب لم يكن شأن الكتابة يقل عن شأن النطق في التعبير عن الإنسان. ولكي تؤدي الكتابة الغرض من وجودها، لا بد من أن تكون سليمة واضحة. أما السلامة فينهض بها الإملاء، وأما الوضوح فينهض به الخط. أريد القول إن الهدف من تعليم الخط العربي هو توفير الوضوح وترسيخ المهارة الحركية في رسم الحرف المكتوب، وتنمية التذوق الجمالي، أي أن يكتب الإنسان بخط يستطيع الآخرون قراءته فلا يلتبس أمره عليهم. ومن ثم اقترن البعد عن اللبس بالوضوح، فالفاء والغين في وسط الكلمة يلتبس أمرهما على القارئ إذا لم يفرق الكاتب بينهما، لأن الغين مطموسة والفاء غير مطموسة أي مفرغة. كذلك الأمر بالنسبة إلى الميم الرقعية التي يجب طمسها، وإلا فإنها ستلتبس بالميم النسخية التي لا نطمسها في أثناء الكتابة. غير أن الوضوح ليس مطلقا، بل هو مقيد بنوع الخط. فالوضوح في الخط الريحاني يختلف عن الوضوح في الخط النسخي. ولكي نجعل التلميذ يكتسب صفة الوضوح في الخط،
لا بد من تدريبه على المقارنة بين أنواع الخط العربي، وخاصة تدريبه على مراعاة شروط كتابة الحروف متصلة ومنفصلة فوق السطر وتحته. فنحن على سبيل المثال، أي على التمثيل للحصر، نرسم حروف الخط الرقعي كلها فوق السطر ما عدا الأشكال السبعة، وهي الجيم والحاء والخاء والعين والغين والميم، الهاء في وسط الكلمة، ونرسم الراء والزاي في الخط نفسه فوق السطر، في حين ننزل ذيلهما تحت السطر في الخط النسخي، على أن الوضوح وحده غير كاف، إذ لا بد من السرعة، أي الكتابة بخط واضح في أقصر وقت ممكن. والسرعة والسهولة هما اللتان تعللان اختيار الخط الرقعي أساساً لكتابة التلميذ في غالبية الدول العربية، فهو أسهل أنواع الخطوط العربية لأنه لا يتطلب مهارات حركية، ولا عجب في أن تهتم مناهج التعليم العربية بهذا الخط، فحروفه واضحة وقراءته سهلة وزمن كتابته قصير إذا ما قورن بزمن الكتابة بالخط الكوفي أو النسخي أو غيرهما من أنواع الخط العربي. ولا بد عزيزتي المشاهدة من الدقة إلى جانب الوضوح والسرعة، أي أنه لا بد للتلميذ من مراعاة حجم كل حرف، ومن وضع النقاط في أمكنتها من الحروف المنطوقة، وحسن وصل الحروف بعضها ببعض. ويحتاج التلميذ أيضا إلى التدرب على تحديد المسافة بين الكلمات، وحسن توزيعها في السطر، والتقيد بتقسيم الصفحة إلى فقرات. إن الهدف التربوي من تعليم الخط هو تدريب التلاميذ على مهارات الاتصال اللغوي السليم، وهي الوضوح والسرعة والدقة والتدريب. ولا بد من أن يعي المعلم هذا الهدف ويعمل على تحقيقه إذا رغب في أن يؤدي مهمته التربوية أداء سليما ويسهم في تجسيد ما نرنو إليه. هذا ما يقوله الدكتور سمر روحي الفيصل في حديثه عن قضية الكتابة باللغة العربية. ويقول الدكتور سمر ثالثا: الكتابة الوظيفية بين الواقع والطموح. هذا عنوان يعالج هذا العنوان، فيقول: المراد بالكتابة الوظيفية هي كل كتابة تلبي حاجة من حاجات الإنسان في الحياة، سواء كانت هذه الحاجة خاصة أو عامة، من نحو كتابة الرسائل والتقارير والإعلانات والعرائض والإرشادات وتدوين المذكرات وملء الاستمارات وما إلى ذلك من أمور تتصل بحياة الإنسان وتؤدي مهمة اتصاله بالآخرين في المجتمع. والمعروف أن الكتابة الوظيفية تستعمل النثر وحده، وتحرص على أن يكون هذا النثر واضحا محددا بعيدا عن البلاغة والحيل الأسلوبية وتفصيلات الإنشاء والخيال والعاطفة، قريبا من المباشرة والموضوعية والعناية بالمضمون. وإذا كانت مهمتا الاتصال والإيصال من المهمات اللغوية الرئيسية، فإن النطق يفرض العناية الفائقة بالكتابة الوظيفية، لأنها تكسب الإنسان العربي هاتين المهارتين، وتجعله قادرا على توظيف الكتابة الإملائية والخطية في شؤون الحياة المختلفة، أي الكتابة، الإملاء والخط. بل إن إتقان الكتابة الوظيفية يجعل الإنسان العربي يرتبط لغته بالحياة، أي يربطها بالحياة
ويدفعه إلى الإيمان بوظيفتها الاجتماعية. والعجب العجاب أن نرى الكثرة الكاثرة من حملة الشهادات تقف عاجزة عن استعمال الكتابة في تحرير رسالة أو كتابة محضر اجتماع أو تدوين تعليمات وإرشادات تريد إيصالها إلى الآخرين. وقد نمت حرفة على حساب الجهل بالكتابة الوظيفية ندعوها في سوريا على سبيل المثال العرض حالي، يعني الذين يكتبون عرض حالات. يصطف ممتونها أمام الإدارات، أو يصطف ممتهنوها أمام الإدارات والمؤسسات ليكتبوا لأصحاب الحاجات أسطرا معدودات تجسد الأمر الذي يرغبون في إيصاله إلى إحدى الجهات الرسمية، وليس لممتهني هذه الحرفة من علم غير إتقان هذا اللون من الكتابة الوظيفية. فلماذا لا يتقن صاحب الحاجة هذا اللون وهو يملك أداة الكتابة؟ طبعا عالم الاتصال الحديث لخبط كل الأشياء. ويواصل الدكتور سمر فيقول: المعروف أن الكتابة الوظيفية تكتسب اكتسابا، أي أنها خاضعة للدربة والمران، ولكن العربي لا يتلقى في حياته المدرسية تدريبا يؤهله لاكتساب مهاراتها. وقد رجعت إلى مجموعة من الكتب كما يرى الدكتور التي تتحدث عن طرائق تعليم اللغة العربية، فما وجدت بينها غير كتابين يشيران إلى الكتابة الوظيفية ويحضان عليها، وكأن الطالب العربي لا يحتاج إلى هذه الكتابة في أثناء تعلمه اللغة العربية. هل نعد ذلك جناية على اللغة العربية؟ هكذا يتساءل. في إجابته يقول: أعتقد بأننا نطمح إلى قيادة الإنسان العربي إلى استعمال اللغة العربية الفصيحة أو الفصحى في الحياة اليومية، وإذا كانت العامية تحول دون ذلك في عمليات الاتصال الشفهي، فإن الكتابة تجسد بعض طموحنا في الاتصال الكتابي، لأنها تستعمل الفصيحة وحدها ولا تقترب من العامية. لكننا حين نهمل تدريب الطلاب على مهارات الكتابة الوظيفية فإننا نعمل على إبقاء الفصيحة بعيدة عن الحياة، ونستمر نتغنى لفظيا بطموحنا اللغوي، ذلك لأن حياة اللغة في استعمالها. والمؤكد أن استعمال الكتابة الوظيفية يسهم في إكساب الفصيحة المرونة ويزيد ثروتها اللغوية، ويمنح العرب إيمانا بقدرتها على تلبية حاجات الحياة المختلفة، بدلا من الظن باقتصارها على تلبية الحاجات الأدبية وحدها. أيها السادة والسيدات، نواصل معكم هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية، ونتحدث عن قضية الكتابة باللغة العربية، ذلك مما كتبه الدكتور سمر روحي الفيصل. يقول الدكتور: كان إجدادنا يعون مكانة الكتابة الوظيفية، وقد جسدوا وعيهم في كتب تعلم هذه الكتابة، ذلك انطلاقا من هذا. نعم عزيزي المشاهد، وقد جسدوا وعيهم في كتب تعلم هذه الكتابة انطلاقا من أنها صناعة، أي قابلة للتعلم. هذا ابن قتيبة يؤلف أدب الكاتب ليعلم الكتاب بعضا من صناعتهم، ولهذا السبب قسم كتابه 4 كتب فرعية: أولها كتاب المعرفة، وثانيهما كتاب تقويم اليد، وثالثها
كتاب تقويم اللسان، ورابعها كتاب الأبنية. صحيح كما يرى الدكتور سمر أن مصطلح الكاتب لدى ابن قتيبة واسع يشمل الأدباء، ولكن الصحيح أيضا أنه رغب ترغيبا أساسيا في تزويد كتاب ديوان الإنشاء الذين ينهضون بمهمة تحرير الرسائل الديوانية ببعض المعارف اللغوية والنحوية والصرفية والعامة، بغية دفعهم إلى تجويد صناعتهم، ذلك التجويد الذي يؤثر تأثيرا مباشرا في كتاباتهم الوظيفية. ويخيل إلي كما يرى الدكتور سمر إلى أن ابن قتيبة كان يعتقد أن المعارف وحدها قادرة على التأثير المباشر في مهارات الكتابة الوظيفية، فاكتفى بما رآه ضروريا منها وعزف عن الخوض في الأساليب التي تنمي مهارات الكتابة، وهذا ما جعل كتابه عاما صالحا للمبتدئين وشدات اللغة والنحو والصرف الذين ينشدونها، فضلا عن الخدمة المعرفية التي قدمها للغة الكتاب في زمانه. حظيت الكتابة أيها الإخوة، حظيت الكتابة الوظيفية بكتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأبي العباس القلقشندي، وهو كتاب ضخم في 14 جزءا يؤرخ لصناعة الكتابة من بدايتها إلى منتصف القرن التاسع الهجري تقريبا، وهو أيضا كتاب تعليمي لم تغب الكليات والجزئيات والمعارف والمهارات مجتمعة عن مؤلفه، فقد حدد في بدايات الجزء الأول مراده من كتابة الإنشاء قائلا: المراد بها كل ما رجع من صناعة الكتابة إلى تأليف الكلام وترتيب المعاني من المكاتبات والولايات والمسامحات والإطلاقات ومناشير الإقطاعات والهدن والأمانات والأيمان وما في معنى ذلك ككتابة الحكم ونحوها. وهذا التحديد الإخوة والأخوات، وهذا التحديد يعبر بوضوح عن ألوان من الكتابة الوظيفية يعنى بها الكاتب في ديوان الإنشاء، وقد خصها القلقشندي بالذكر لأنه ألف كتابه من أجل صناعة الإنشاء وحدها، كما فعل ضياء الدين ابن الأثير في المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، وأبو هلال العسكري في الصناعتين الشعر والنثر. وإذا قصرت كلامي أو قصرته على هذا حديث الدكتور سمر، إذا قصرت كلامي على اللغة العربية لاحظت أن القلقشندي عدها رأس مال الكاتب وأس كلامه وكنز إنفاقي، من حيث إن الألفاظ قوالب للمعاني التي يقع التصرف فيها بالكتابة، وحينئذ يحتاج إلى طول الباع فيها وسعة الخطو ومعرفة بسائطها والتصرف في وجوه دلالاتها الظاهرة والخفية. وكان القلقشندي مؤمنا بأن الكاتب يحتاج إلى بعضها دون بعض، ومن ثم أشار إلى الألفاظ التي انتخبها الكتاب من اللغة العربية لطلاوتها ورشاقتها، ووضح أسلوب التصرف بها وتصريفها في وجوه الكتابة، وعني بإيراد النموذجات الدالة على ذلك. ومن المفيد القول إن القلقشندي لم يكن يرغب في أن يحيط كاتب ديوان الإنشاء باللغة كلها، بل كان يرغب في أن يتزود هذا الكاتب بما يحتاج إليه منها، والدليل على ذلك أنه كرر الحديث عن الاختيار حين انتقل إلى النحو
والصرف وغيرهما. أما كتاب الأعشى، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، موسوعة في صناعة الكتابة، ينم عنوانه على أن القلقشندي مؤمن بأن الإنسان الأعشى الذي لا يملك مهارات صناعة الإنشاء قادر على اكتسابها إذا استوعب ما يحتاج إليه الكاتب من مواد الكتابة، وكأن هذه المواد صبح ينير للأعشى السبيل إلى إتقان الكتابة. بل إن القلقشندي أصر على أن كتابة الإنشاء صناعة تحتاج كأية صناعة إلى مران وتربية ومعاناة. وهذا ما جعلني، يقول الدكتور سمر، أنادي بتعديل في التربية الحديثة للإنسان العربي يضم تدريبا علميا على ألوان الكتابة الوظيفية نحقق بوساطته طموحنا في استعمال اللغة العربية في الحياة اليومية. وأقترح بين يدي هذا التعديل هدفا ومهارات محددة. أما الهدف فهو تلبية حاجات الإنسان العربي المختلفة وتقوية الروابط الفكرية والثقافية بين الأفراد والجماعات وزيادة ثقة العربي بلغته ونفسه. وأما المهارات التي أقترح التركيز عليها فهي على النحو التالي: مهارات كتابة الرسائل الشخصية والعامة بتحديد الحاجة الاجتماعية للرسالة واللون الملائم لهذه الحاجات، أي رسالة إلى الأهل أو الصديق، برقية، دعوة عامة، بطاقة مناسبة. والغرض من كتابة الرسالة والأسلوب المناسب لكل لون، والعناية بالصدق في التعبير عن الآراء والمشاعر والابتعاد عن العبارات العامة. كذلك مهارات كتابة التقارير عن ألوان النشاط في المجتمع المحيط بالإنسان باصطناع أسلوب المشكلات. كذلك مهارات كتابة الاستمارات والبيانات والطلبات واللافتات، والتركيز في أثناء التدريب على قيمة التكثيف اللغوي المصحوبة بالوضوح والتحديد. وليست القضية كما يرى الكاتب من قبل ومن بعد قضية اقتراحات محددة، بل هي قضية التربية العربية التي لم تضع في استراتيجيتها تنمية مهارات الاتصال اللغوي بين أفراد المجتمع العربي، مكتفية بالتعبير الإبداعي، غافلة عن أن اللغة العربية وسيلة لتلبية الحاجات الاجتماعية، أو قل إن استراتيجية التربية اللغوية العربية تحتاج إلى الانطلاق من أن اللغة العربية أداة اتصال، أي إبلاغ وإخبار، وليست غاية في حد ذاتها. ولا بد لهذا الاتصال من مهارات، أهمها بالنسبة إلى الكتابة مهارات الإرسال بأركانها الأربعة: الكاتب، والأفكار المراد إيصالها، والرموز الكتابية، والقارئ المتلقي للأفكار. ولا شك في أن واقع الكتابة الوظيفية سيبقى مترديا إذا لم نعدل استراتيجية التربية اللغوية بغية نقل اللغة العربية إلى حقل الاستعمال لتكتسب الحيوية والسعة. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف قليلا ثم نعود إليكم عبر قناة سلام الإعلامية المباركة. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم مرة ثانية، وعدنا إليكم في برنامج مع اللغة العربية، ونتحدث اليوم عن الكتابة باللغة العربية وأهميتها، ذلك نقلا عما نشره الدكتور سمر روحي الفيصل، وهو يتحدث عن قضايا اللغة العربية في العصر الحديث. وبعد أن تحدث عن الكتابة الوظيفية بين الواقع والطموح، ها هو هنا يتحدث عن الكتابة الإبداعية
بين الواقع والطموح. يقول في دراسته اللغوية إن المراد بالكتابة الإبداعية هو كل كتابة فنية أو منهجية قادرة على التأثير في القارئ أو المشاهد كذلك كما تشاهدون اليوم، وإقناعه بمحتواها الجديد أو النافع أو الماتع من المتعة، وهي تشمل العلوم والفنون والآداب، وليست مقصورة على أجناس الأدب وما ينتجه الأدباء، كما أن لها قيدا واحدا هو الإبداع، أي خلق الجديد المفيد الماتع الذي يحرك العقل أو الوجدان أو كليهما معا. ولا بد للكاتب المبدع من الموهبة في حقل اختصاصه ومن امتلاك المعارف والمهارات اللغوية التي يستعملها في إنتاج النصوص الإبداعية. ومن الخطأ الشائع الاعتقاد أن الإبداع حكر على الأجناس الأدبية مثل الشعر أو المقالة أو الخاطرة أو القصة أو الرواية أو المسرحية. ففي الكتابة التاريخية على سبيل المثال إبداع لا يقل أهمية عن الإبداع في الكتابة العلمية والفلسفية والأدبية. والدليل على ذلك أن هناك أعضاء في مجامع اللغة العربية مختصين بالطب والكيمياء والفيزياء والفلسفة، يتقنون اللغة العربية ويجيدون استعمالها في إنتاج نصوص إبداعية ومعجمات اختصاصية لا يشك أحد في مستواها وفائدتها ودقتها. وهناك أيضا اتحادات عربية كاتحاد الكتاب العرب الذي كان في دمشق، واتحاد كتاب المغرب، واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وهلم جرى في عدد. وكان في السودان اتحاد الكتاب لوحده، واتحاد الأدباء لوحده طبعا. وتلعب التوجهات الفكرية والسياسية دور كبير بين هذا وذاك. ولا تقتصر على الأدباء، بل إنها ترفض أن تسمى اتحاد الأدباء لا غير، تبعا لإيمانها بالدلالة الواسعة للكتابة والكتاب. وعلى الرغم أيها الإخوة والأخوات من أن الكتاب قلة أو نخبة في المجتمع العربي، الكتاب المحترفين يعني، فإن طموحنا يفرض علينا القول إنهم مهندس العقل والروح، وإن إنتاجهم يعبر عن رؤية شاملة للكون والمجتمع تنطلق من الحاضر لتفسر الماضي وتشمل المستقبل، حاملة تطلعات الأمة إلى عالم أفضل. وإنني كما يرى الدكتور أقترح هذا افتراض توافر الرؤية لدى الكاتب لسببين: أولهما إيماننا بأن الكتابة لا تكون إبداعية إذا لم تتوافر فيها الرؤية الشاملة، وثانيهما معرفتنا بالواقع التعيس وكاتب التعس طبعا، وهذه أفصح، الذي يعيش فيه الكتاب العرب. وهذان السببان في رأيي يعبران عن الواقع الذي ننطلق منه والطموح الذي نرنو إليه. ويقترح: ألف، إعداد الكاتب. يقول: أقصد بإعداد الكاتب تدريبه على أسرار حرفة الكتابة وأساليبها، بغية صقل موهبته ومساعدتها على الإنتاج الإبداعي الأصيل. وهذا يعني أن الإعداد لا يخلق الموهبة لدى فاقدها، لأن هذه الموهبة استعداد فطري وليس أمرا مكتسبا. وما الإعداد إلا تعريف الموهوب بطبيعة الكتابة وتدريبه على أسرارها وأساليبها وغرس مهاراتها فيه، أي أن الإعداد هو إكساب الكاتب مهارات صناعية
للكتابة بعد توافر الموهبة لديه. ومسوغ الاهتمام بإعداد الكاتب ما هو معروف من أن الموهبة لا تكفي وحدها لإنتاج الكتابة الإبداعية، فضلا عن أنها قابلة للتفتح والنمو إذا بزغت في بيئة مؤاتية أو بيئة مواتية، وللضمور والموت إذا لم يكن في البيئة ما يساعدها على الحياة. ولهذا السبب تعنى الأمم بالكشف عن الموهوبين في المدارس، وتصطنع الأساليب لتدريبهم بغية الإفادة من إنتاجهم، وهي في ذلك تنطلق من أن الموهوب يختلف عن المبدع. فالموهوب هو الذي يملك قدرة عقلية عالية، في حين يتسم المبدع بالإنجاز الجديد الأصيل، ولكنها ترعى الموهوب ليصبح مبدعا لأنها تنظر إلى المستقبل في أثناء تعاملها مع الموهوبين، في حين تنظر إلى الماضي في أثناء تعاملها مع المبدعين، لأنها في حال الموهوبين تضع الإعداد والرعاية والتوجيه نصب أعينها كي تتمكن من الإفادة منهم في المستقبل. وغير خاف على أحد أن معهد غوركي للآداب، هذا معهد مشهور فيما أظن، كان يؤدي هذه المهمة في الاتحاد السوفيتي السابق، فيقبل الموهوبين ويعدهم طوال سنوات ليكونوا أعضاء في اتحاد الكتاب. وتلجأ أخرى إلى تخصيص أمكنة لممارسة الهوايات والنشاطات يتوافر فيها مشرفون مؤهلون لاكتشاف المواهب ورعايتها وتوجيهها. تلك حال الكاتب لدى الأمم الأجنبية، وهي حال نتطلع إليها في الوطن العربي، ذلك أن آلاف المواهب وئدت لدينا لفقدان الرعاية والتوجيه، وغالبت مواهب أخرى الصعابة فنجحت في الوصول إلى مستوى إبداعي هزيل أو متوسط أو جيد بحسب قدراتها الذاتية والإمكانات الفردية لمن يحيطون بها. أيها السادة والسيدات، يقول الدكتور سمر: ولا تكفي هنا الدعوة إلى الاهتمام بالموهبة ولا حض المسؤولين على افتتاح المعاهد القادرة على اكتشاف الموهوبين ورعايتهم وغرس مهاراتهم الكتابية فيهم، لأن القضية ليست قضية افتتاح معاهد لإعداد الكتاب ولا قضية إيمان بأثر الموهوبين في المجتمع العربي، بل هي قضية موقفنا من اللغة العربية الفصيحة، وهو موقف ينم على أننا لا نحترم هذه اللغة وإن كنا نكثر من التغني اللفظي بها. والميدان التربوي خير مثال على النيات الطيبة التي تكمن وراء تغنينا اللفظي باللغة العربية وإخفاقنا في ترجمتها إلى سلوك لغوي إيجابي. أيها الإخوة المشاهدون، أين الخطأ التربوي المفضي إلى إهمال إعداد الكاتب؟ يتساءل الدكتور سمر روحي الفيصل، يقول مجيبا: يخيل إلي أن هناك خطأ في تدريس اللغة العربية، وآخر في فهم علاقة العلوم والفنون باللغة العربية. أما خطأ التدريس فكامن في الاتجاه إلى تزويد الطالب بالمعارف اللغوية والأدبية وإهمال تدريبه على المهارات الخاصة بالكتابة، وقد نتجت عن ذلك مشكلة التعبير الإبداعي، تلك المشكلة التي شغلت المعنيين بتدريس اللغة العربية من معلمين ومدرسين ومؤلفين دون أن يعثروا على حل ناجع لها، حتى إن الدراسات العلمية أظهرت بجلاء أن أكثر من نصف المعلمين يرون أن درس الإنشاء ثقيل على النفس وممل.
بل إن المعلمين لم يختلفوا عن طلابهم في هذا الأمر، إذ إن الطلاب عدوا الكتابة من أقل المهارات اللغوية أهمية، وإن أكثر من ثلثهم يشعر بأن درس الإنشاء ممل وثقيل عليهم. وعلى الرغم من إقرار المعلمين والطلاب معا بأهمية التعبير في تحصيل المواد الدراسية، والحق أن نتائج هذه الدراسة دقيقة في دلالتها على واقع التعبير الإبداعي لدى المعلمين والطلاب العرب، فهم يشعرون بأنه ثقيل وممل، لأنهم لا يملكون المهارات التي يتحلى بها الكاتب، ولا يعرفون الأساليب التي تفضي إلى هذه المهارات، ولهذا السبب يهربون من التعبير، وهو فرع غير مقنن إلى فروع اللغة الأخرى، وهي فروع مقننة، سواء كان الفرع نحوا أو قراءة أو أدبا. إنهم يلجؤون إلى المعارف لأنهم اعتادوا التعامل معها، ويهربون من التعبير لأنه مهارة مركبة متنوعة. وقد سلك المعلمون والطلاب مسلكا واحدا، لأن الخطأ في تدريس اللغة العربية يشملهم جميعا. فالمعلمون في أثناء إعدادهم التربوي لم يتلقوا شيئا يعينهم على إعداد الطالب الكاتب، وحين تسنموا أمور تدريس هذه المادة اضطروا إلى تدريس شيء يفتقرون إلى مهاراته، فبدا الأمر ثقيلا مملا بالنسبة إليهم وإلى طلابهم الذين لم يفيدوا منهم. وليس في المكتبة العربية اليوم ما يعين هؤلاء المعلمين والطلاب على تذليل هذه العقبة، فالكتب المختصة بطرائق تدريس اللغة العربية تفرد صفحات مطولة لتعليم التعبير الإبداعي وتصحيح موضوعاته، لكنها لا تهتم بإعداد الطالب الكاتب، وكأنها تعتقد بأن المعلم يتقن المهارات الضرورية للتعبير الإبداعي، وأن الطالب سيتحلى بها إذا التفت المعلم إلى تصحيح الموضوعات. أما الشيء الواجب تصحيحه في هذه الموضوعات فأمر لا تلتفت إليه ولا تعنى به. كذلك الأمر بالنسبة إلى الكتب التي تصدت لتعليم الكتابة، فهي نادرة في المكتبة العربية، ولو أنعمنا النظر فيها لما خرجنا بشيء يخدم هدفنا. فكتاب صناعة الكتابة يطرح مفهوما سليما للكتابة الإبداعية، لكنه يكتفي في أثناء تجسيد هذا المفهوم بمجموعة من المعارف الموضوعية والبلاغية، وكأنه كتاب في العروض والبلاغة وليس كتابا في صناعة الكتابة. أيها الإخوة والأخوات، يرى الدكتور سما الروحي إن الخطأ في تدريس اللغة العربية هو المسؤول عن التردي في إعداد الطالب الكاتب والمعلم المربي، وهو نفسه المسؤول عن القصور في الكتب الخاصة بطرائق تعليم اللغة العربية وبصناعة الكتابة الإبداعية. وقد حددت هذا الخطأ في الاتجاه إلى تزويد الطالب بالمعارف اللغوية والأدبية وإهمال تدريبه على المهارات الخاصة بالكتابة. وأود هنا تقديم أمثلة توضح هذا الخطأ بغية تلافيه، انطلاقا من أن هذا التوضيح يشير إلى بعض مهارات الكتابة الإبداعية ويقترح حلا مقبولا لمشكلة التعبير الإبداعي في المدارس والمعاهد بل حتى الجامعات، ويسهم في اكتشاف الطالب الموهوب. مثال من النحو: يهتم المعلمون في أثناء تعليم النحو بتزويد الطالب بالمعارف النحوية، فيقولون في درس الفاعل: إن الولد فاعل في الجملة الآتية: نام الولد على السرير.
لأن الولد هو القائم بالفعل. ويقولون أيضا إن هذا الفاعل يأتي بعد الفعل، فإذا تقدم عليه أصبح مبتدأ، مثل الولد نام على السرير. وما قاله المعلمون صحيح ضروري لمعارف الطالب النحوية، لكنه غير كاف إذا انطلقنا من أن الهدف من تعليم النحو هو تدريب الطالب على اكتساب مهارات لصوغ الجملة العربية. وهذا الاكتساب يحتاج إلى علم النحو الوظيفي الذي أشرنا إليه، الذي يطرح السؤال الآتي: لما قدم الولد في الجملة الثانية على الفعل؟ إن الولد قدم على الفعل لأن الكاتب أراد تنبيه القارئ على الفاعل، ولو رغب في تنبيه هذا القارئ على المكان لقدم على السرير، فقال: على السرير نام الولد. هذا التحليل المستند إلى علم النحو الوظيفي يضع أمام الطالب الطرق الممكنة لصوغ الجملة العربية، ويتيح له فرص اختيار أكثرها قدرة على التأثير في القارئ. ولا شك في أن تحليل المستوى التركيبي سيرسخ في الطالب الموهوب قاعدة مهمة، هي أن لكل تعبير في اللغة وظيفة يؤديها، وأن أي اختلاف في التعبير على أي مستوى، كان مستوى لفظيا أو متعلقا بالتأخير والتقديم في أجزائه أو بالحذف أو بالزيادة، سيؤدي بطبيعة الحال إلى تعديل أو تغيير في وظيفته. ودرجة احتياط الطالب بالعلاقة الوثيقة بين التعبير والوظيفة لها أكبر الأثر في أسلوبه الكتابي أو الخطابي. كان ذلك مثال من النحو، وقدم الدكتور سمر روحي الفيصل مثالا آخر لكن من البلاغة، يقول فيها: النقص الذي أشرت إليه في المثال السابق هو إهمال تحليل المستوى التركيبي للجملة استنادا إلى علم النحو الوظيفي. وقد يرد على هذا النقص بأن الدراسات الأسلوبية الحديثة لم تدخل مدارسنا وجامعاتنا بعد، ولا وجه للوم أي للوم المعلمين إذا أهملوا الإفادة منها في تدريب الطالب على مهارات الكتابة. وهذا الرد مقبول لكنه غير مقنع لسببين: أولهما أننا نسوغ إهمالنا البحث عن الوسائل الكفيلة بخدمة لغتنا العربية بجهلنا الدراسات اللغوية الحديثة التي قدمت علم النحو الوظيفي وأمثاله. ومسوغ الجهل غير مقنع، ولو سلمنا به لما أمكننا التسليم بجهلنا التراث العربي اللغوي الذي قدم نظرية تفضي إلى علم النحو الوظيفي، هي نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني. وثانيهما أن لدينا علما من علوم البلاغة العربية هو علم المعاني، انصرف إلى الجملة وأجزائها ولا حق قضايانا التقديم والتأخير، ومن ثم كان المعلم قادرا على سد النقص في الدرس النحوي التقليدي بالاستعانة بعلم المعاني في تحليل تقديم كلمة على أخرى في الجملة المذكورة في المثال السابق، وفي غيرها من الجمل كقولنا: يأكل التفاحة، وهو يأكل التفاحة، فتقديم الضمير هو المسند إليه في الجملة الثانية الأولى يأكل التفاحة، الجملة الثانية هو يأكل التفاحة، فتقديم الضمير هو المسند إليه في الجملة الثانية ذو غرض بلاغي هو تقديم الحكم وتقريره، لأنك لا تريد من الجملة الثانية أن غيره لا يأكل التفاحة،
ولا أن تعرض بإنسان آخر يأكل التفاحة، بل تريد أن تقرر في ذهن السامع أنه هو نفسه يأكل التفاحة، وفي ذلك نوع من الإعلام بعد التنبيه. وقد نص عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز على قصود أخرى لهذا التقديم توضح طبيعته. وسنختم حديثنا اليوم إن شاء الله على مثال ثالث من الأدب. كان ذلك المثال الأول مثال من اللغة من النحو، ومثال آخر من البلاغة، المثال الثالث من الأدب. يقول الدكتور سمر روحي الفيصل إن شعور المعلمين بثقل التعبير الإبداعي نابع من أنهم يفتقرون إلى المهارات التي تمكنهم من الحكم الكلي على موضوعات الطلاب، أي ثقل ذلك الشكل الإبداعي. والظن بأن التعليم الذي تلقاه هؤلاء المعلمون قادهم إلى التوقف عند الألفاظ والجمل، ومن ثم العزوف عن الحكم على النص. وهم يشعرون في قرارة نفوسهم أن حكمهم على الألفاظ والجمل وحدها لا يقيس قدرة الطالب الكتابية، ولا يعين الموهوب منهم على تقضية موهبته في الكتابة، بيد أنهم لا يملكون غير المعارف التي تؤهلهم للحكم على صحة الألفاظ استنادا إلى قواعد الإملاء والصرف، كما أنهم لا يملكون غير المعارف التي يحكمون بواسطتها على الجملة استنادا إلى قواعد النحو. تلك هي الحدود التي يقفون عندها استنادا إلى ما يملكون، وهذه الحدود تدل على النقص في تدريس اللغة العربية. ذلك النقص الماثل في إهمال الأسلوبية التي تعين المعلم على تقديم حكم شامل على الكتابة الإبداعية التي يقدمها الطالب، سواء كانت شعرا أو قصة أو مقالة أو مسرحية أو غير ذلك. فالمعلم يدرس طلابه الضمير والروابط في النحو، لكنه يجهل أن الأسلوبية تفيد من الضمير والروابط في الحكم الكلي على النص، كما تفيد من المهارات التي رسختها الأجناس الأدبية في الحكم على النصوص الإبداعية. وقد لاحظ مفيق دوشق بعد دراسته 100 مقالة كتبها طلاب جامعيون في اختصاصات مختلفة أن هناك غموضا في وظيفة الفقرات يعني في المقالة، وفي فلسفة وجودها واستعمالها، وفي تقسيم المقالة إلى مقدمة ومتن وخاتمة، فضلا عن ضعف الترابط المنطقي والسياقي وتدني القدرة على الإقناع والتأثير. إن الأمثلة الثلاثة السابقة عزيز المشاهد وعزيز المشاهدة إشارات موجزات إلى تعديل الخطأ في الاتجاه السائد في تدريس اللغة العربية، غير أن نجاحنا في تلافي هذا الخطأ لا يعني القضاء على الخطأ التربوي المفضي إلى إهمال إعداد الكاتب. ذلك أن هناك خللاً آخر لا يقل شأناً عن سابقه، هو الفهم السائد لعلاقة العلوم والفنون باللغة العربية. وهذا الخلل نابع من أننا نعتقد بأن إعداد الكاتب مهمة مادة اللغة العربية ليس غير، وكل تقصير في هذا الإعداد يعزى إلى هذه المادة دون غيرها. وقد نجم عن هذا الاعتقاد مشكلة خطيرة هي تتصل مدرسي العلوم والفنون، أو هي تنصل مدرسي العلوم والفنون من المسؤولية اللغوية أولاً، ومن إعداد الكاتب ثانياً، ولعل ذلك كله نتيجة بديهية لانصراف الدراسات اللغوية العربية إلى النصوص الأدبية وحدها، وعزوفها عن تحليل استعمال اللغة العربية في الحقول العلمية والفنية.
ومن ثم ساد الظن بأن مشكلة التعبير الإبداعي مشكلة خاصة بمادة اللغة العربية وليست عامة شاملة المواد كلها. كيف تنمو مهارات الكتابة الإبداعية لدى الطالب الموهوب وهو يرى الانفصال بين فروع اللغة والقطيعة بين مادة اللغة العربية والمواد الأخرى؟ كيف ندرس الطالب المنطق في مادة الفلسفة ولا نسمح له باستخدامه في بناء المقالة؟ أليس المنطق ضروريا لترابط الأفكار وترتيبها؟ ألا يعاني الطالب الموهوب من الخلل في ربط أفكاره بعضها ببعض؟ لا بد من أن يدرب الطالب على الكتابة في المواد كلها تجسيدا لوحدة اللغة العربية ووظيفتها، وصونا للموهبة من أن تضيع في الطريق الطويلة الشائكة المفضية إلى الإبداع. سنتوقف عزيزي المشاهد هنا، ونتحدث في الحلقة القادمة أو بعدها عن مشكلات الكاتب والكتابة الإبداعية، ذلك نقلا عما كتبه لنا الدكتور سمر روحي الفيصل في دراسة لغوية علمية في كتابه المهم جدا، وهي أو كتابه عنوانه قضايا اللغة العربية في العصر الحديث. سنتوقف هنا عزيزي المشاهد على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بحوله تعالى. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. برنامج مع اللغة العربية يعده ويقدمه لكم محدثكم أحمد شريف برفقة زملائي الفنيين والمخرجين والمشرفين. لهم ولكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.